بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جديد ملف يوسف البليلي. كنا الصباح عملنا فيديو على مستوى القضية المرتقبة بين مولودية الجزائر ويوسف البليلي بالعمري، اللي أكد اللي هو مش يسلم في حق النادي، واللي هو صح مع البليلي، واللي المولودية عندها حقية بامتلاك عقد اللاعب. والترجي الرياضي في نفس الوقت عمل العقد القانوني، والبليلي يخرج ماضي ساعتين وفي اليوم يعني يخرج في قناة الهداف الجزائرية، ويوضح حاجات تخلي نفهموا الموضوع بطريقة أخرى، بزاوية أخرى ومختلفة على اللي قدمها بالعمري. أولا البليلي يقصف ويكذب بالعمري ويقول له ما تحشمش، أنت كذبت على الشعب، يعني يقصد لنا جماهير مولودية الجزائر. علاش معناها تخلي معناها الشعب يفهم حاجة أخرى؟ يقصد دائما الببليك متاع الفريق هذايا متاع المولودية الجزائر، لأنه بالعمري قال اللي اتفق وصحح عقد مع البليلي. البليلي يخرج ويقول اللي صحيح عقد، لكن عقد مبدئي ومن غير حتى ما يعمل فيزيت ميديكال. نتذكر البليلي ما عملش فيزيت ميديكال في الجزائر، عقد مبدئي. البليلي يقول لك راهو يسقط في الجزائر آليا بعد 10 أيام، وهذه حاجة مهمة تقلب كل القضية. إذا كان اعتبرناها قضية تقلب كل الأمور لصالح البليلي ولصالح الترجي الرياضي التونسي. يعني صح عقد، والده البارح قال ما صحة عقد هذا، وأقسم على ذلك على الهواء مباشرة. والبليلي اليوم يقول له صحة عقد، لكن عقد مبدئي ماهوش عقد رسمي، والعقد المبدئي في الجزائر يسقط في القانون الجزائري يسقط بعد 10 أيام. بالتالي لهنا العقد لاغي اوتوماتيكمون. كيف يقول لك راني طلبت من مديرية الجزائر ورقة، ما مدوليش الورقة هذيك، والترجي مدت له الورقة هذيك نهار 13 أوت، و 13 أوت يقدم الوثيقة ديريكتومون يعطيوها الرفع على العقوبة. وبالتالي تاس استندت على وثيقة الترجي التونسي اللي الفريق يحب عليه وأمضى معاه مبدئيا، وإلا معناه قبل ما يتفعل العقد يعني خذا الوثيقة من عند الترجي الرياضي. وهو الفريق الوحيد قال لك اللي عاونني في التاس، وهو الفريق الوحيد اللي حبني. وقال لك راهو حتى المولودين ما حبونيش في الفريق نتاعهم برا. عاد انت فضها توا. يا سيدي نلخص لكم: البليلي لاعب الترجي التونسي بصفة رسمية وبصفة نهائية وبصفة قطعية، وسيكون أساسي ربما أمام النجم الرياضي الساحلي. هذا باش نسكروا موضوع البليلي، لأنه بالحق ذا وقت كبير، ولأنه بالحق أحباء الترجي التونسي قاعدين يتسائلوا. راهو الإعلام منه قاعد يدفع ثم اتهامات من الفريق الجزائري. ويقول لك حتى البليلي يضيف، يقول لك حتى رئيس المولودية تمنى لي حظ سعيد في تجربتي الجديدة. ظهر لي بالعمري يغرد خارج السرب وحيدا في الجزائر، والصوت متاعه سمعوه في تونس، والإذاعات في تونس داخلة بعضها، وهذا يزيد وهذا ينقص. وبالتالي نهاية قصة بليلي مع المولودية الجزائر اللي هي الحقيقة ما ثماش قصة أصلا، عقد مبدئي حسب ما يقول البليلي وانتهت الأمور. بالتالي الترجي الرياضي حسب كلام البليلي، الترجي الرياضي يفوز بصفقة بليلي بصفة نهائية، وهو تو معاه بصفة رسمية. والبارح تدرب، قلت البارح تدرب البليلي كي لاحظوه في التدريبات، اللي حضر البارحة تدريبات يلاحظ ان البليلي في فورمة كبيرة، والعمل البدني ربما اللي قام به كان ممتاز. كان حاضر في الحصة التدريبية كاملة بحضور جماهير الترجي التونسي، كان في ليزابليكاسيون كل حاضر، كان لاعب جاهز من الاخر. من غير ما نطول عليكم، لاعب جاهز باش يلعب اي مباراة في كرة القدم. بالتالي هيك اللجنة الطبية نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي قالت لازم 3 شهور ولا شهرين، فهمتش من معناها كيفاش خذات الامور، كيفاش عملت الكونكليزيون هذيك. البليلي نجم يكون جاهز في اول مباريات البطولة اللي هي بعد 7 ايام، يعني نهار الأحد الجاي ان شاء الله الترجي باش يبدا المباراة نتاعو الاولى في الكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي. معناها عادي تلقى البلي على اليسار، تلقى عماد الفرج على اليمين، وتلقى بالطيب والا تلقى الجبري ولا دانو في الهجوم. بالتالي لهنا البليلي سيكون حاضر مرة أخرى. البليلي دائما في طلعاته وشطحاته. الشيء راه وصل حفيظ الدراجي يعلق ويتأسف على هذا اللاعب، ويقول لازم حل ودي بين الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر. طبعا إذا كان فما عقد رسمي لازم يكون فما حل ودي، لأنه في الآخر العلاقات بين الترجي الرياضي ومولودية الجزائر ما همش باش يمشيوا ضد مصلحة اللاعب،
مهما كان هو ملاعب قديم في مولودية وملاعب في الترجي التونسي، ملاعب تزيري، ما نتصورش معناها باش تصير معناها هالشكوى هذه اصلا. بالتالي وفي مسلسل عقوبة هالبليلي اولا، وننتظر الجلسة نتاع التاس، لانه راهو العقوبة ما تنحاتش، راهو صار تعليق للعقوبة، معناها ينجم يكور على روحه كيما يحب لين ينظروا في الملف بصفة نهائية. وأكيد مادام عطاوه هالتعليق هذا فإنه الأمور ماشية باش يطيحوا في العقوبة، بالتالي يكمل البليل يلعب على روحه عادي جدا. الترجي الرياضي التونسي ما نعرفوش باش يبعث اسم لبليلي، خاطر آخر أجل هو نهار 15 اليوم، باش يبعث آخر أجل للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. اسكو الترجي باش يحط البليلي في الدور الثاني والا لا؟ تنشوفوا القائمه اللي باش يبعثها الترجي الرياضي اللي باش تواجه فريق ربما السواحلي الليبي على الاكثر 90%، لانه باش يقابل فريق ضعيف السواحلي الليبي اللي هو بطل ليبيا واللي هو جايب معناها منتدبين محترمين. تنرجعوا نشوفوا السواحلي الليبي في حلقات اخرى، لكن الترجي الرياضي على الاكثر في الدور الثاني باش يواجه السواحلي الليبي. المباراه باش تكون نهار 15 اكتوبر 15 16، العودة ستكون 23 24. يعني الترجي باش يلعب خارج ميدانه مباراة الذهاب. مباراة الذهاب تنجم تكون في مصر، أكثر حاجة تنجم تكون في مصر، لأنه الفريق الليبي قاعد يستعد في مصر، وربما باش يختار ملعب من الملاعب المصرية. ولقاء العودة سيكون في ملعب رادس بحضور جماهير الترجي التونسي طبعا، لأنه السواحلي الليبي ما ينجمش يلعب في ليبيا نظرا كونها الملاعب غادي ما تنجمش معناها ما عندهاش التراخيص اللازمة باش تلعب مباريات في كأس إفريقيا، وهذه شروط الكاف نعرفوها. الترجي الرياضي التونسي على كامل جاهزيته حسب ما تبعناه البارح في الحصة التدريبية، الجماهير كانت غفيرة جدا، غصت بها الحديقة، وكان تشجيع وكان مهرجان وكان عرس بالحق في تقديم لكل اللاعبين. شفنا بالطيب، شفنا فرنانديز تألق كثيرا، شفنا رفيعة الحقيقة مردود ممتاز جدا، شفنا البارح رفيعة الحقيقة باش يكون دينامو وسط ميدان الترجي التونسي، باش يكون رقم صعب في البطولة العام الجاي. الايامات هذه في فورمة كبيرة ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، في فورمة كبيرة. كيف شفنا البليلي في فورمة، شفنا عماد الفرج، وشفنا ريبيرو ببعض اللمسات خاطر مازال يحضر في روحه. هذا هو جديد الترجي الرياضي التونسي. كان فما اي حاجة جديدة باش تلقونا موجودين دائما. انت ما تنساش الاشتراك في القناة، ما ننساش دعمكم الحقيقة اسعدني كثيرا. ماذا بيا دائما تحطوا لي كومنتير نتاعكم. سعدت كثيرا باللقاءات نتاعكم المدة الأخرانية، خاصة كان عمل طويل وشاق ومتابعة لانتدابات الترجي الرياضي التونسي. تعرف انت نتابع في الأخبار من كل المصادر، من الحديقة، من الإذاعات، من كل المصادر، ونحاول دائما نقدم مادة تكون جديدة ومعناها ما هيش قديمة، وتكون أكثر صحيحة لإفادة الرأي العام. ما تنساش الاشتراك. شكرا على التفاعل، سلام الله عليكم.